انت عارف ان انت كل سنه بتضيع السنه من بين ايديك عشان ما بتبداش السنه صح؟ تعالى كده وخليني اقول لك ازاي. بص يا سيدي، اول حاجه حضرتك لازم تعملها عشان تبدا السنه بتاعتك صح ان انت يبقى ليك هدف واضح وصريح. يعني مثلا حضرتك عايز تطلع كذا، حضرتك مثلا عايز تعمل حاجه كذا، عايز توصل للنتيجه معينه، عايز توصل لمجموع معين، لازم دايما تحط هدفك قدام عينيك. وبص، حتى لو وصلت بيك ان انت تكتب الهدف اللي انت عايزه في ورقه وعلقها في اوضتك كده قدام مكتبك او قدام المكان اللي حضرتك بتذاكر فيه. ادي اول نصيحه هوجهها لك، ان حضرتك لازم يبقى قدامك هدف. خلاص، وده مبدأ على فكرة حتى عندنا في علم النفس اسمه الدافعية. الدافعية دي ان حضرتك مش تقدر تعمل اي حاجة، لا تشتغل ولا تذاكر ولا تعمل اي حاجة الا اذا كان ليك دافع وهدف واضح قدام عينيك. تاني حاجة حضرتك لازم تعملها عشان تبدأ السنة صح، بما ان حضرتك دلوقتي طالب في البكالوريا سواء في اولى ثانوي او تانية ثانوي، فانت كده هتتحط قدام حتة اختيار مسار في وسط اربعة، اللي هم طبعا طب، علوم حياة، هندسة، إدارة اعمال، اداب وفنون، وهكذا. لازم حضرتك لو طالع تانية ثانوي تختار المسار بتاعك او تختار المجال بتاعك مش على حسب اللي انا حابه وخلاص. يعني مثلا حضرتك ممكن تختار مسار الهندسه والبرمجه اللي هو اغلبه هيبقى معتمد على الرياضيات والمسائل والمعادلات، وحضرتك اصلا سوري في الكلمه بلح في الرياضه. فحضرتك هنا لو سمحت لازم تختار الحاجه اللي تناسب قدراتك، مش شرط تناسب هواك. فكل حياتك حتى امن بالنصيحه دي، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك احسن بكتير جدا. اختار اللي يناسبك مش الاحب ليك، اختار الانسب ليك. يعني مثلا انا بحب كذا، ده مش مهم، دايما اقولها انا بحب كذا ده مش مهم، المهم هل كذا ده يناسبني ولا لا. لو ما يناسبنيش يا باشا يبقى مش اختيارك، وعدل المسار بتاعك او عدل الاختيار بتاعك في اي وقت، طبعا حضرتك لحد الوقت المسموح لك. خلاص، دي تاني نصيحة اوجهها لك، اختار المسار بتاعك حسب قدراتك، تقدر تعمل ايه وما تقدرش تعمل ايه، رحم الله امرئ علم قدر نفسه. تالت نصيحة اوجهها لك، لازم حضرتك تختار مدرسينك بعناية دقيقة. يعني حضرتك عندك في اولى ثانوي 6 مواد، عند حضرتك لغة عربية، انجليزي، فلسفة ومنطق، عندك كمان تاريخ، عندك رياضيات، عندك علوم متكاملة. حضرتك برضو في تانية ثانوي نفس الكلام، عندك 4 مواد بقى بخلاف المسار بتاعك، بس عندك منهم 3 اساسية اللي هم عربي وانجليش وطبعا التاريخ، بخلاف بقى طبعا المادة اللي حضرتك هتختارها من اي مسار. النصيحة اللي لازم اوجهها لك ان انت حضرتك لازم تختار المدرس بتاعك بعناية دقيقة جدا. طب يا مستر، معيار اختيار المدرس بتاعي ده اللي هي ايه؟ اول حاجة لازم يكون مدرس داخل الحصة، سواء حصة اونلاين، حصة سنتر، اي حصة في التاريخ، لازم يكون المدرس داخل الحصة وهدفه الاول والاخير انت. طب يا مستر اعرف ده منين؟ مدرس داخل يتكلم على حد غيره، داخل يتكلم بره النص، داخل يتكلم في حاجات ملهاش لازمة، داخل يتكلم عن انجازاته في حياته ومجموعه في ثالثة ثانوي ومجموعي في ثالثة اعدادي، وداخل اكلمك عن انجازاتي. دي حاجة مش هتفيدك انت كطالب. انا ممكن اكلمك عن ده من باب التحفيز دقيقتين 3 من الحصة، انما طول الحصة اقعد اضيع وقتي في ان انا اكلمك عن نفسي وانجازاتي وان انا اقوى من المدرسين التانيين، فده لا طبعا، ده ما ينفعش، وده مدرس يضيعك بمعنى الكلمه، يضيعك. حضرتك اختار مدرس داخل يشرح، داخل على قد ما الحصه ممكن يبقى فيها ان احنا نفك كده دقيقتين، مثلا نرمي مثلا مثال كده، نقول مثال مثلا نفك بيه الدنيا شويه، نخلي الحصه روحها خفيفه بس في نفس الوقت الحصه فيها انضباط والتزام. مدرس يجبرك تعمل واجب، مدرس يجبرك ان انت تصحح واجبك، مدرس يجبرك تعرف الصح من الغلط، مدرس حتى لو هيبكيك بس يبكي عليك ويبقى همه عليك. خلاص، يعني مش المدرس اللي حضرتك يفضل يوزع جوائز وهدايا وضحك وهزار وتطبيل واغاني طول السنه، وفي الاخر خالص حضرتك تلاقي نفسك في معهد ولا في كليه حضرتك مش عايزها. فده حرام عليك نفسك، وحرام عليك تفضل مع مدرس زي ده. فانا بقول لك، من قبل ما السنه تبدا اختار مدرسك بعنايه دقيقه، لان مدرسك لو ما كانش عنده الخبره الكافيه ان هو يوصل لك المعلومه، عنده الخبره الكافيه ان هو يستخلص لك نواتج التعلم يعني طبعا نواتج التعلم دي حاجه بتعتمد طبعا على الفهم وقياس الفهم، وطبعا ده نظام اسئلتك كله وكل نظام البكالوريا قائم على هذا الاساس، نواتج التعلم، الشرح، الخبره في التعامل مع المنهج، الخبره في التعامل مع المراجعات، الحاجات دي كلها لازم تقيم مدرسك على اساسها. خلاص، فبالتالي حضرتك مع مدرس اي كلام ما تكملش معاه. وانا قلت لك خلاص، يعني طبعا مع احترامنا للساده الزملاء المدرسين كلهم، ولكن انا قلت لك خلاص معيار اختيار المدرس بشكل واضح وصريح. خلاص اتفقنا. النصيحة اللي بعد كده، لازم حضرتك في حياتك تمشي بجدول. لازم تمشي بجدول. يعني ايه يا مستر بجدول؟ لازم حضرتك تنظم وقتك. يعني مثلا ما ينفعش يبقى يوم الاحد زي ما يجي يوم الاحد انا هعمل اي حاجة يوم الاحد، يوم الاثنين هعمل اي حاجة يوم الاثنين، مش هتفرق. طب هتذاكر ايه يوم الثلاث؟ هذاكر اي المادة اللي تيجي فوق. اقول لك على حاجة، هعمل حدي بادي كلهم بزبادي. لا، الكلام ده ما ينفعش يا معلم. الكلام ده خلاص كان بينفع، ممكن كمان كان بينفع
وانت صغير؟ مش اكيد، كان بينفع وانت صغير شويه، لكن دلوقتي هو ما ينفعكش. اشمعنى؟ حضرتك دلوقتي لازم تمشي بجدول في كل حاجه، ودي نصيحه بص من اخ كبير ليك، ولازم تمشي بيها لو عايز تنجح، سواء في شغلك بقى، في حياتك، في دراستك، في اي حاجه في حياتك. لازم حضرتك تعمل جدول لنفسك، اليوم، تاريخ اليوم، انا هعمل ايه النهارده، ايه المطلوب مني ان انا اخلصه النهارده، وجنب كل ده الصلوات بتاعت اليوم. يعني حضرتك تعمل لنفسك برضو كده في جزء خانه من الجدول صلوات اليوم. صليت مثلا صلاه الفجر او الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء والى اخره. خلاص كده. فحضرتك لازم تمشي منظم مرتب في حياتك، ما ينفعش حضرتك تكون عشوائي تعمل اي حاجه في اي وقت، لا، دي حاجه هتدي لك وضع، دي حاجه هتحسن مستواك في كل حاجه، ولو اتعودت على الموضوع ده هتفضل منظم طول حياتك. اخر حاجه طبعا واول واهم حاجه هنصحك بيها قبل كل اللي احنا قلناه ده، علاقتك بربنا تكون كويسه جدا. يعني اعمل على قد ما تقدر، على قد ما تقدر انتظم في الصلاه، على قد ما تقدر ما تضيعش فرض منك، على قد ما تقدر في الايام لو حتى نوافل او كده حاول تصوم، حاول تطلع زكاه، حاول تطلع صدقه. الحاجات دي كلها هتوقف لك وهتبقى هي الداعم والسند ليك طبعا بعد ربنا. هي عملك الصالح هي دي اللي دايما هتترد لك بخير. يعني حضرتك لو عملت خير النهارده في كذا، اعرف ان ربنا هيرد لك الخير ده اضعاف اضعاف في مستقبلك وحياتك وشغلك ودراستك وكل حاجه. فدايما حافظ على علاقتك بربنا، دايما احسبها حلال وحرام، صح ولا غلط، قدر المستطاع. ما بقولكش خليك ملاك، ما فيش حد مثالي في الدنيا، ولكن حاول على قدر المستطاع تقلل اخطاء وتكتر الاعمال الصالحه بتاعتك. خلاص، انت كده انا قلت لك كل اللي عندي بخصوص بدايه السنه، واتمنى لحضرتك ان شاء الله تبقى سنه او سنتين او 3 موفقين على حضرتك في مرحله الثانويه العامه، على حسب انت دلوقتي في انهي مرحله. وباذن الله اشوفك على خير في فيديو جاي جديد، وبتمنى لك التوفيق من كل قلب يا بطل. واخر كلمه اقولها لك، انت تقدر تعمل اي حاجه انت عايزها، بس فقط بكلمه واحده، ان حضرتك تبقى مؤمن باللي انت بتعمله، ويبقى عندك هدف واضح وصريح في حياتك. اشوفك على خير، سلام.